السلام عليكم. معكم خوكم كاز فيديو جديد. هاد المرة غادي نهضروا على اشهر شخصية في المغرب اللي عرفوا الكبير والصغير. زاروا الملك محمد السادس في البيت ديالو باش يفطر معاه في رمضان، وعنده 50 شركة في مختلف القطاعات. المثل تيقول صديق الملك يعامل كملك، ولكن اي شخص ناجح في حياته وعنده ماضي وقصة خاصين به. زاد عزيز اخنوش في تفراوت سنة 1961 واحد الدوار اللي فقير ديال بصح، وبزاف ديال المغاربة ما عارفينش باللي ورث جزء كبير من الثروة ديالو من الاب ديالو الحاج احمد اخنوش، اللي هاجر للدار البيضاء وفتح محل متواضع كيبيع فيه المازوط وليسانس في القراعي. هذا المشروع ديال باد عزيز اخنوش لقى اقبال كبير ونجاح كبير لدرجه انه قدر في وقت قصير يحل بزاف ديال المحلات الاخرين في الدار البيضاء بنفس الفكره. والاب ديال عزيز اخنوش كان تهتم بالسياسه ومقاومه الاستعمار الفرنسي. هذا الشيء كان سبب باش يخلي الفرنسيين يعتقلوه وحرقوا ليه كاع المحلات ديالو ورجعوه للزيرو. ولكن بعد الاستقلال خرج احمد اخنوش من الحبس ولا كيتعتبر بطل في اعين المغاربه، وقدر يرجع ويفتح شركه من جديد ولكن كبيره بزاف، واللي بسببها ولا واحد من اكبر رجال الاعمال في ذاك الوقت. وبعد هذا النجاح الساحق اللي حققوه الحاج احمد اخنوش قرر يستقر ويكون عائله، وبالفعل تزوج وتزاد عنده طفل اللي غادي يتعرف من بعد باسم عزيز اخنوش. عزيز اخنوش تلقى الدراسه ديالو الابتدائيه والثانويه في مدينه الدار البيضاء، وكان متفوق لواحد الدرجه اللي كبيره بزاف. ومن بعد ما خدا البكالوريا ديالو هاجر اخنوش لكندا باش يكمل القرايه ديالو تما، وبما انه كان متفوق في الدراسه ديالو قدر يحصل على الماجستير في اداره الاعمال من الجامعه الكنديه شيربرو، وهنا فين قدر يرجع لمسقط راس ديالو اللي هو المغرب باش يكمل في داكشي اللي بدا الاب ديالو، وقدر يولي رئيس مجموعه اقوى اللي كتخصص في البترول والغاز والعقارات والاتصالات. وبفضل حسن التسيير قدر عزيز اخنوش يحقق نجاح كبير بزاف، وبالفضل ديالو ولات شركه اقوى وحده من اكبر الشركات في المغرب. عزيز اخنوش كان مهتم بالسياسه لواحد الدرجه اللي كبيره بزاف، حيث اسس بزاف ديال الاحزاب وقام ببزاف ديال الانشطه السياسيه اللي بسببها ولا صديق مقرب لمحمد السادس نصره الله. وبسبب الكفاءه ديالو في تسيير الاعمال قرر الملك محمد السادس يعينه وزير ديال الفلاحه والصيد البحري. وبما ان عزيز اخنوش هو اغنى رجل اعمال في المغرب، حتى الزوجه ديالو كتعتبر من اغنى وانجح سيدات الاعمال في المغرب وحتى في افريقيا كلها. والمعلومه اللي بزاف ديال الناس ما عارفينهاش وهي انه مرت عزيز اخنوش هي مالكه موروكو مول. اللي ما عرفش موروكو مول هو اكبر مول في شمال افريقيا. ومنين عزيز اخنوش نجح في الانتخابات الرئاسيه كلشي افتخر به وكلشي فرح باللي العثماني مشى. المهم كانت هذه هي القصه ديال عزيز اخنوش، ولا عجباتك ما تنساش ديك لايك واشتراك، ونتشافوا في فيديو اخر وموضوع اخر جديد.